له مع راوراوا في العديد من المرات لضرب استقرار رئيس الفاف خير الدين زتشي، خاصة أن النائب الأول لزتشي تسبب في الكثير من المشاكل داخل المكتب الفيدرالي منذ انتخابه. فتح بوشعنان يفصل. نائب رئيس الفاف بشير ولدزمير يواصل سياسة الحرب الباردة ضد رئيسه في المكتب الفيدرالي خير الدين زتشي، لكن هذه المرة انتهج سياسة قطع الشك باليقين حول هوية الأشخاص التي يواليها ولدزمير لزعزعة استقرار الرئيس الجديد. كيف لا وهو الذي راح يزكي ويشيد بالرئيس السابق للفاف محمد راوراوا، ضاربا عرض الحائط تذبذب العلاقة بين زتشي وراوراوا بسبب قضية الفندق والاتهامات المتبادلة منذ أشهر. نقول لهم باللي وريوا لي الجزائري اللي عنده الخبره من غير سي راوراوا، الحاج راوراوا وراه الجزائري اللي عنده الخبره في الكونفدراليه هذه، اعطوه لي انا ماذا بيا نعرف. غيابة بالجملة عن اجتماعات المكتب الفيدرالي، إهمال المهام الموكلة إليها بالتكفل بالمنتخب الأول من خلال الغياب عن سفرية الكاميرون، قضية المدرب بالماضي ومعها المشاكل مع رئيس الفاف خير الدين زتشي هي الحصيلة المفتعلة لولد زميرلي في المكتب الفيدرالي بإيعاز من راوراوا لضرب استقرار خير الدين زتشي. كيف لرئيس سابق ان يكون شخصا منبوذا لدى المكتب الحالي، لكن يتم الاستعانه بخدماته. هو اعتراف رسمي بان حظوظه ضئيله جدا او منعدمه تقريبا في الظفر بمقعد في المكتب التنفيذي، الا اذا حسب قناعته تدخل راوراوا. تصريحات ولد زميرلي حتى وإن لن تجد ردا من زتشي، إلا أن المقربين من الرجل يؤكدون أنها لن تمر مرور الكرام، وأن زتشي سينتظر انتخابات عضوية الكاف ليرد الصاع صاعين لولد زميرلي مع استمرار الحرب الباردة بين الرئيس ونائبه.